السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. وجيتكم بفيديو جديد وبوصفه جديده على قناتي وقناتكم مطبخ عصام. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم جوج وصفات. اول وصفه غادي نشاركها معكم هو هاد الطاجين ديال الفول اللي الصراحه كيجي في هذا البرد اكثر من رائع مع دابا الفول موجود. فكنتمنى تبقاو مع الفيديو باش تشوفوا الطريقه اللي غادي نوجدوه بها. وثاني وصفه هو هذا العصير ديال الرمان اللي منعش، وخا الصراحه غادي ننزلو معطل شويه، كنت مصوره ونسيت ما حطيتوش ليكم. كنتمنى تبقاو مع الفيديو باش تكتشفوا هاد جوج الوصفات اللي كيجيو اكثر من رائعين. وبحال ديما ما تنساونيش من اللايك ديالكم واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب فضلا وليس امرا. وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بها هو الفول. غادي نقيوه ونغسلوه كيف كتشوفوا ونقطعوه هكا قطع اللي متساويه وصغيره. وهنا عندي واحد نص بصله وواحد نص مطيشه وشويه ديال الربيع وواحد درسه ديال الثومه. الصراحه هذا الفول كيجي بنين وغادي نشاركه معكم ان شاء الله بطريقه جديده وبمذاق رائع. اهم حاجه انكم تغسلوا الفول ديالكم مزيان وتنقيوه، وغادي تقطعوه هكا قطع متساويه اولا عشوائي كيف ما بغيتوا. وكتاخذوا واحد الكسكاس، كتاخذوا واحد نص بصله، من الاحسن تفرشوها في القاع ديال الكسكاس ديالكم هكا باش كتجي دايبه. الصراحه هاد البصله كتعطي واحد البنه لهاد الفول. كنتمنى تجربوا بهذه الطريقه ان شاء الله. ومن بعد ما تفرشوا هاد البصله فكتزيدوا عليها الفول ديالكم. طبعا الكميه كتبقى حسب الرغبه ديالكم. وكتاخدوا ديك نص مطيشه كتقطعوها قطع صغيره مع داك الربيع وكتزيدوهم حتى هما. صراحه كتجي فيهم واحد البنه يا سلام وما كيجيوش باينين نهائيا. وهنا غادي نزيد ديك الضرسه ديال الثومه هكا قطع صغيره حتى هي، اولا ممكن تحكوها في الحكاكه. وهنا انا ما غادي نزيد عليهم لا عطريه لا والو، غادي نزيد غير الملحه. غادي ندير غير القياس حتى يطيبوا. فاش ديروهم في الطاجين ديالكم يتشحروا ديك الساعه غادي تزيدوا الملحه. وهنا كيف كتشوفوا غادي نديروهم يتفوروا. هنا من الاحسن غادي تاخذوا بلاستيك غذائي اولا السلوفان هكا تغطيوهم باش يرجع عندهم ديك السخونيه ويطيبوا لكم دغيا. وهنا غادي نخليو الفول ديالنا يطيب. غادي ندوزو نوجدو هاد العصير ديال الرمان، وخا الصراحه شويه معطل. هنا كيف كتشوفوا كتاخذوا الكميه اللي بغيتو ديال الرمان، تقريبا 3 او 4 ديال الحبات ديال الرمان. هنا كتاخذوا واحد الخمسة ديال الحبات ديال البنان وشويه ديال السكر. وهنا في واحد الكاس ديال الخلاط الكهربائي كديروا داك الرمان هكاك وكتزيدوا عليه كاس ديال الماء. كطحنوا كل شيء مزيان. وهنا كيف كتشوفوا بعد ما تطحن مزيان فكتاخذوا واحد الصفايه وكتصفيوه بهذه الطريقه باش هكا كتحيدوا منه ديك العلفه اولا العظم. وهنا بعد ما صفيناه كيف كتشوفوا زدت عليه ديك الكميه ديال البنان. وهنا كتزيدوا السكر حسب الذوق. انا هنا زدت 2 معالق كبار ديال السكر ما عامرينش. وهنا كتزيدوا الحليب كذلك حسب الكميه اللي عندكم. الصراحه هذا العصير كيجي لذيذ وفيه واحد المذاق رائع وبلا ملون غذائي طبيعي 100%. وهنا كيف كتشوفوا غادي تخليوه تطحن مزيان. انا هنا خديت شويه ديال النكهه ديال التوت كتجي فيه الصراحه لذيذه. وهنا كنزيد واحد الرايبي وكنرجعوا كل شيء يطحن. اهم حاجه انكم
يعني تركزوا على السكر، ديروا القياس ديالكم. وهذا هو الفول ديالنا كيف كتشوفوا من بعد ما طاب كيجي الصراحه دايب، وديك البصله ما كتجيش باينه نهائيا. الصراحه كنتمنى تجربوا بهذه الطريقه، كيجي فيه واحد المذاق يا سلام. وهنا كتاخذوا الكميه اللي بغيتو كديروها في الطاجين، وممكن حتى تقدموه هكا في طبيصلات صغار، يعني هكا تقدموه مع الدجاج او لا مع اللحم، هكا ديروه في طبيصلات صغار مع زويته بلديه، كيجي الصراحه اكثر من رائع. انا فضلت هكا نديروه في الطاجين، هكا ديروه الغديوه ديالكم. وهنا كيف كتشوفوا غادي نزيد عليه زويته بلديه، وغادي نديروه فوق البوطه يتشحر. وبالنسبه للملحه، الا لقيتوهم ناقصين الملحه فكتزيدوا عليهم الملحه وكتشحروهم. انا هنا درتهم فوق البوطه، غادي نخليهم حتى يتشحروا مزيان وغادي نرجع معكم ان شاء الله. وهذا هو الطاجين ديالنا ديال الفول اللي كيجي الصراحه مشرمل وزوين ولذيذ، والبنه فيه يا سلام. كنتمنى تجربوه بهذه الطريقه، واخا ما كتاكلوش الفول فمتاكده بهذه الطريقه ان شاء الله غادي يولي عزيز عليكم. وتقدروا كذلك تزيدوا معاهم حتى طريفات صغارين ديال الحامض مصير او تقدموهم بالصحه والراحه. وهنا كيف كتشوفوا هذا هو العصير ديالنا، كذلك كيجي الصراحه ثقيل ومنعش. كنتمنى حتى هو تجربوه ان شاء الله في اقرب وقت. وحاولت ما امكن نخليه طبيعي هكا باش حتى تقدموه حتى للوليدات ديالكم. وهنا كيف كتشوفوا غادي نزيد شويه ديال الرمان، وكتقدموه حتى هو بالصحه والراحه، كيجي صحي وبنين وفي نفس الوقت فيه فوائد اللي هما كبار. كنتمنى تجربوه بهذه الطريقه اللي شاركت معكم، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من لي لايك ديالكم والتشجيع ديالكم، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وبارطاجيو الفيديو فضلا وليس امرا. وطبعا اي حاجه بغيتوني نشاركها معكم ان شاء الله ما تنساوش تكتبوها ليا في لي كومونتير وتشجعوني بلي لايك ديالكم. وكان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. شكرا على المشاهده، الى وصفه قادمه ان شاء الله.